أبدأ بسؤال تعريفي بسيط، إيه هو الحبس الاحتياطي؟ الحبس الاحتياطي ببساطة يعني التشريعات المصرية لم تضع تعريفا محدد للحبس الاحتياطي، لكنه في باب التعريفات وفقا لما اجتهد فيه الفقه في أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص معين وهو المتهم في جريمة معينة، إمم، وذلك لفترة معينة تضمن بها سلامة التحقيقات وبما يجريه ويقتضيه سير العملية الإجرائية والعملية التحقيقية. إمم، وفي اعتقادي أن الحبس الاحتياطي هو إجراء من إجراءات التحقيق المفتوح يتم تقييد حرية شخص معين هو المتهم في جريمة معينة، وينتهي هذا الأمر إما بالإفراج عنه أو إخلاء سبيله في مرحلة التحقيقات، وإما أن يصدر أو إخلاء سبيله في مرحلة المحاكمة، أو أن يصدر في مواجهته حكما إما بالبراءة أو بالإدانة. إمم، هذا الإجراء هو إجراء شديد الخطورة، كونه يمس حرية المتهمين أو حرية الأفراد الشخصية، وكونه نص عليه في الدستور، فلربما يتعارض هذا الإجراء مع الضمانات الدستورية. دستور 2014 في المادة 54 قرر من أنه لا يجوز تقييد حرية شخص إلا بأمر قضائي مسبب، وأن تكون الدلائل كافية على هذا الإجراء. ثانية واحدة، يعني معنى كلام حضرتك إن الحبس الاحتياطي بيتعارض مع حقوق المواطن الدستورية؟ الحبس الاحتياطي الأصل أنه لا يتعارض، تمام، فالدستور أجاز هذا الأمر إمم، وجعل تقييد حرية الأشخاص وفقا لما تقتضيه الإجراء أو سلامة التحقيقات، تمام، فالدستور حمى الحرية للفرد، إمم، ولكنه أجاز للدولة بما يضمن سلامة إجراءات التحقيق إمم، أن تجيز أو أن تصدر قرارا بالحبس الاحتياطي، ووضع لهذا الإجراء الشروط والمبررات اللازمة حتى نستطيع أن نكون أمام إجراء صحيح سليم بما يكفل حرية المتهم الشخصية وفقا للدستور. إمم، أحيانا يقال بأن الحبس الاحتياطي هو عقوبة، لكنني أقول أنه لا عقوبة إلا أو لا عقوبة بغير حكم، إمم، لكنه بيتساوى مع العقوبة في الأثر. يعني إيه؟ يعني أنا لو حبست احتياطي 5 شهور فأنا محبوس احتياطي لسه ما صدرش عندي حكم، فأنا محبوس احتياطي مع متهم في جريمة تانية وأنا مش مدان لسه، واخد حكم آه، 5 شهور، إمم، فاحنا الاثنين اتحبسنا 5 شهور. ايه الفرق صحيح، بيننا؟ ان هو بيقضي فترة عقوبته او بينفذ عقوبته، انما انا لسه منتظر الحكم. إمم، فالحبس واحد ويتفق في الاثر فيما بينه وبينه. إمم، فهذه المسألة في شأن أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة، فالحبس الاحتياطي يا سيدتي حينما أجازه الدستور وحينما وضع له المشرع الجنائي في نص المادة 134 من قانون الإجراءات المبررات والشروط الواجبة إمم، الواجب اتباعها حتى نستطيع أن نقول أننا أمام إجراء حبس احتياطي أو إجراء تقييد حريات متهم، إجراء تم سليم وتم صحيح وفقا للقانون. إمم، فهذه المسألة يجب أن يتضمن أو يجب أن يأتي المبررات اللازمة للحبس الاحتياطي، يجب أن يكون هناك أسبابا واضحة، إيه يجب هي أن يكون. الأسباب؟ ما أنا هقول لسيادتك مش إمم، كل اتهام بقى، يعني معنى الكلام ده إن هو أي حد صحيح، متهم في جريمة معينة هنحبسه احتياطي؟ لا، صحيح، القانون أجاز الحبس الاحتياطي لكن أجازه بشروط حتى لا يتعارض مع الحقوق الدستورية للمتهمين والأشخاص. فالأصل في تمام، الإنسان هو أن يكون يكون حُر، مطلق الحرية صحيح، وليس مقيد، طبعًا، لكن الحبس الاحتياطي هو استثناء دستوري إمم، على الأصل العام اللي هو حرية الفرد والحرية الشخصية للأشخاص أو للأفراد. إمم، فالأسباب أو قبل الأسباب إيه الشروط؟ أن يكون هناك جريمة أو جنحة معاقب عليها بالحبس، تكون هناك دلائل كافية على ارتكاب المتهم الجريمة، أن يصدر الحبس أو أن يصدر القرار مسببا وأن يصدر مكتوبا، يعني مش كل حد هنجيبه في جريمة هنحبسه. إمم، فهناك من المبررات أن يخشى على المتهم من الهرب، أو أنه ضياع الأدلة أو العبث بالأدلة أو ضمان سلامة التحقيق نفسه. فهذه الأسباب تجيز لمصدر قرار الحبس الاحتياطي أن يلجأ إلى هذا الأمر خشية أو ضمانا لسلامة التحقيق وضمانا لسلامة الإجراء. تمام، فالحبس الاحتياطي في ذاته ليس عقوبة، وإنما هو تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيق. إمم، وشرع الحبس الاحتياطي لغاية مهمة جدا وهي حماية مصلحة التحقيق. حماية التحقيق لأن هو فترة التحقيق هي الفترة المكملة، لأن هو إمم، احنا في النهاية بنروح المحكمة على التحقيقات اللي موجودة عندنا.
صحيح. فضمان سلامة التحقيق ما حمل المشرع على أن يبرم أو أن يردف هذا الإجراء وجعله، لكنه حينما قرر هذا الإجراء قرر له يا سيدتي مبررات وأسباب معينة حتى لا يستطيع أن يكون الحبس الاحتياطي جزافا وأي حد هنجيبه هنحبسه، وحتى لا يكون أنه مطلق المدة وهذه الأمور التي نراها. فالحبس الاحتياطي في ذاته ليس عقوبة، وإنما هو في رأيي أنه يستوي مع العقوبة في الأثر، إلا أنه لا يعد من مصاف العقوبات. فإذا خرجنا من دائرة الضمانات الإجرائية بما يضمن سلامة التحقيقات من أن الحبس الاحتياطي شرع لحماية مصلحة هامة وهي مصلحة التحقيق، إلى أن يكون تدبيرا احترازي يدخل في مصاف العقوبات، فإننا بذلك نكون قد بعدنا تمام البعد عن الغاية التي قصدها المشرع من هذا الإجراء. تمام. طيب